كل اللي عندهم مايكرويف يجمعوا في الفيديو ده. الكيكة دي من كتر السهولة هتعملوها كل يوم لو بتحبوا الكيك. فعلا ممكن ما تعملوش كيك في الفرن تاني. تعالوا بينا نشوف مقادير الكيكة القمر دي بتتكون من ايه. المقادير اللي عندي هعمل بيها بولتين من الكيك، واحد بالفانيليا وواحد كمان بالشوكولاتة. هسيب لكم المقادير في صندوق الوصف للي حابب يرجع لها مرة تانية. اي بولة او مج يكونوا بيدخلوا الميكروويف هنزود في كل واحد من الاتنين بيضة وعليهم نص معلقة صغيرة من الفانيليا. كان معايا كمان نص كوباية من السكر، اخدت منهم معلقتين كبار لكل طاجن، حسيته هيكون كتير شوية لو زودت اكتر من كده. كان معايا كمان تلت كوباية من الحليب قسمتهم على البولتين، وربع كوباية من الزيت كذلك قسمتهم على الاتنين. هنبتدي بقى ندي للمقادير بتاعتنا تقليبة كويسة جدا، وبعد كده هبتدي انزل بنص كوباية من الدقيق. هقلب الدقيق مع باقي الخليط كويس جدا، وهنزل عليهم كمان بمعلقة صغيرة من البيكنج باودر. خلوا قوام الكيك ما يكونش معاكم تقيل قوي ولا خفيف. قوام الكيك لو خفيف الكيكة بتاعتكم اول ما هتدخل الميكروويف هتطلع لفوق قوي وبعد كده هتهبط تاني، ده بسبب ان الكيكة بتاعتكم كان قوامها خفيف شوية. تمام. في ناس تانية بتقول ان كيكة الميكروويف بتطلع من جوه معجنة، ده مش صحيح اطلاقا. فرق التسوية من ميكروويف لاخر بتفرق جدا، يعني ممكن في ميكروويف الكيكة تستوي فيه في دقيقة ونص، في ميكروويف تاني ياخد 3 دقايق. فانتوا بتختبروها من على الطرف، يعني شوفوا الطرف بتاع الكيكة لو مستوي تبقى الكيكة كلها مستوية كويس، ما تشوفوش من النص لان الميكروويف تختبروها من على الطرف. تمام. عندنا بقى في الكيكة التانية زودت معلقة كبيرة من الكاكاو وكمان نص كوباية الدقيق وكمان معلقة صغيرة من البيكنج باودر، ونفس الكلام قلبتهم مع بعض كويس جدا وكانوا قوامهم بالشكل ده. خبطتهم كده خبطتين ودخلتهم الميكروويف. انا الحجم ده اخد معايا في الميكروويف 3 دقايق. 3 دقايق يطلع معانا بهذا الجمال. سقيتها بقى علشان تكون طرية قوي بمعلقتين كبار من الحليب. عايزه اقول لكم هتبقى طريه من جوه وطعمها تحفه. انا عماله اتكلم عن الكيكه دي كتير قوي، لكن بجد هي تستاهل ان انتوا تجربوها بنفس المقادير وبنفس الطريقه، وان شاء الله تديكم نتيجه مرضيه جدا وتحبوها زي ما انا فعلا بحبها قوي. للتزيين بقى انا اللي بالشوكولاته علشان السهوله بقى والسرعه، هي اصلا كيكه مش بتاخد 5 دقايق على بعض، فزينتها بعلبه من الدانت. ممكن لو عندكم صوص شوكولاته براحتكم خالص. اللي بالفانيليا طبعا اللوتس معشوق الجماهير وحبيبي انا بالذات، فزينتها بلوتس. تقدروا كمان لو مش عايزين تزودوا صوص من على الوش تبقوا في النص كده تحطوا قطعة شوكولاتة وما تزينهاش بصوص، الشوكولاتة هتسيح وهتعمل الواجب كمان. شايفين بقى قوامها عامل ازاي؟ تحفة يا جماعة والله، كانت لسه سخنة. عارفين لما تهدى شوية هتكون متماسكة اكتر. قولولي بقى بعد كل الكلام اللي اتكلمته عن الكيكة دي هتجربوها ولا مش هتجربوها؟ لا ما عندكوش حجة بقى يا جماعة، لو عندكم مايكرويف قوموا جربوها، مش هتاخد وقت خالص. اسيبكم مع اللي باللوتس بقى، ولو انتم مكملين معايا الفيديو لحد هنا فاوعوا تنسوا اللايك واشتركوا في القناة لو حابين تشوفوا فيديوهاتي مرة تانية. اشوفكم الفيديو الجاي. باي باي.